السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ أول حاجة بناكلها معانا في العيد، احنا عارفين ان خلاص العيد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. كفتة الرز، يعني متعودين كل سنة بنعملها مع بعض. بتجيب اللحمة بتاعتك، أي كمية لحمة انت عايزاها، طبعا أنا مقطعاها قطع اهيت، ونقوم ايه تقطعيها القطع بتاعتك اهيت. تمام. وهنا بقى خضرة اللي هي شبت، كزبرة، تمام، وبصلاية، تصوير بس عشان يبان اهوت، بصلاية اهيت، وتوم. تمام. الحاجات دي كلها هاخدها مع بعضها كده وفي الكبه بتاعتي، وايه، وافرمها وارجع لكم تاني اوريها لكم اهيت. اتفرمت معايا زي ما انا عايزه. نبدا ان احنا نفضيها بقى كده اهو، ونفضيها طبعا كلها اهيت. بصوا بقى انا عامله ايه. انا عامله الرز بتاعي اهو. ده دي الرز يا جماعه، عاملين ازاي دي الرز. بتغسلي حبه رز على قد المكان اللي انت عايزاه، ولو فاض معاكي عادي بالشيف في الفريزر ما بيقولوش حاجه، وتصفيها تسيبها تصفى خالص، وفي المطحنه عاديه بتاع ايه، وتضربيه لحد ما يبقى ناعم معاكي خالص خالص. شفت السكر البودره كده اهو اهو. هنبدا بقى دلوقتي، اللحمه بتاعتي موجوده اهي. هناخد بقى ندي الرز بتاعنا ونفضي على الايه، على الكفته بتاعتنا شويه بشويه، وهن ايه وبايدينا طبعا، وهنبدا نقلب. انا بعمل بس كده ايه قدامكم بالمعلقه، ان هي بتتعمل بالايد، يعني انا هعملها بايديا. هبدا ان انا احط واقلب لحد ايه ما خلاص احس انها ما عادش عايزه، هوريها لكم. ادي يا جماعه انا حطيت الرز وقعدت اعجن فيها كده لحد ما حسيت انها خلاص لما الميه بقت حلوه. احط بقى معلقه ملح، معلقه كمون، البهارات اللي انت حباها حطيها، تمام. وعندك الفلفل الاسود اهو. انا بحب احط عليها برضو شويه قرفه، ما تكتريش القرفه يعني، بس بتدي طعم حلو اهو. عايزه تحطي بقى 7 بهارات حطي، عايزه اي حاجه حابه تحطيها عادي حطي. هاخدها بقى تاني وش تاني فين، في الكبه، يعني هعملها كمان في الكبه شويه برضو عشان التوابل وكله يدخل مع بعض. تمام. اخلصها وارجع لكم يا جماعه. بعد ما خدت الوش التاني جبت معايا هنا حبه زيت. هنبدا ان انا اعمل كده واجيب بايديا، وهنبدا ناخد ونعمل الصاج بتاع الكفته بتاعنا على قد بقى ما انت ايه ما انت حابه، دي ترجع لك انت. تمام اهوت، ونحطه اهو، ونروح نعمل غيره. هنولع بقى على الزيت بتاعي يا جماعه يبقى يعني كتري شويه الزيت علشان ما يتحرقش منك اهوت، وتبقى النار هاديه، وهنحمر فيها الايه، الكفته بتاعتنا. تمام. خلص انا بقى الكميه بتاعتي دي كلها، واحط الزيت جنبي وانا بعمل وايه، وابقى اوريكم ايه عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وهبقى اوريكم وانا بحمر اهي. ادي الكفته بتاعتي كمان بتحمر اهي اهي. وادي اللي طلع اهوت ما شاء الله. طبعا مش عايزه اقول لكم بتاخد منها قد ايه، يعني العاده بتاعتنا كلنا اهيت. انا بعملها وبشيلها في الفريزر، وبطلع منها كل ما احتاج بطلع منها، بشيلها متحمره. في ناس كتير بتشيلها مش متحمره، بس انا عموما بشيلها كده، بحب اشيلها كده يعني. اهي يا جماعه الكميه كلها بعد ما خلصت انا بسيبها في المصفى كده لحد ما تبرد، وبعدين بشيلها في الفريزر. بس لو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش يا جماعه الاعجاب والاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد.